شاب عنده 22 سنة بس مطرود من بلده. عايش في منفى في الكويت ومعاه مجموعة صغيرة من الرجالة. لكن المغامرة اللي هيعملها هتغير تاريخ الجزيرة العربية كلها وتخلي اسمه يتكتب كمؤسس المملكة العربية السعودية. دي قصة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، حكاية مليانة معارك وصبر ومغامرات كتيرة جدا. عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود اتولد سنة 1876 في الرياض وسط أسرة آل سعود اللي كانت حاكمة نجد زمان. لكن في طفولته حصلت مصيبة كبيرة. خصوم آل سعود من أسرة آل رشيد سيطروا على الرياض، واضطرت العيلة كلها إنها تسيب البلد وتروح الكويت تعيش مع الملك الكويت وقتها. هناك عبد العزيز عاش في حياة المنفى، شاف أبوه وهو بيحاول يستعيد الحكم وفشل، واتعلم إن القوة مش كفاية، لازم معاها صبر وذكاء. في سنة 1902 عبد العزيز كان شاب عنده 22 سنة بس، قرر يعمل مغامرة مستحيلة، يرجع ياخد الرياض من آل رشيد ومعاه 40 راجل بس. خطتهم إن هم يهجموا على قصر المصمك اللي فيه حاكم الرياض. الهجوم كان سريع وعنيف. عبد العزيز بنفسه قتل ابن عجلان حاكم آل رشيد في الرياض، ومن اللحظة دي أعلن استرداد الرياض، وابتدى يحلم بتوحيد نجد كلها تحت رايته. بعد ما استرد الرياض، عبد العزيز موقفش، ابتدى يقاتل آل رشيد في معارك متكررة، أهمها معركة روضة مهنا سنة 1906 اللي انتصر فيها انتصار كبير رسخ مكانته. بعدها ضم الأحساء سنة 1913 وعسير بعد كده، وكان عارف إن المفاتيح الحقيقية للقيادة مش بس المعارك، لكن قدرته على كسب ولاء القبائل. كان بيروح لكل قبيلة يتعامل معاهم ويتعارف عليهم، وكان بيتزوج من فتيات القبائل الأخرى، لدرجة إن بيقولوا بعض الإحصائيات بتقول إن الملك عبد العزيز آل سعود اتجوز أكتر من 11 امرأة. وما شاء الله مخلف 64 رجل وامرأة. تمام تمام، فكان بيكسب عن طريق كده ولاء القبائل، بالحكمة مرة وبالقوة مرة تانية. ساعات كان يخش في حروب مع القبائل ويضمهم ليه. عبد العزيز قدر يثبت نفسه كقائد لا يهزم. الخطوة الأهم كانت الحجاز اللي فيها مكة والمدينة سنة 1924، وكان بيحكمها وقتها الشريف حسين اللي هو من الأشراف. لكن وقتها عبد العزيز آل سعود قدر إن هو ينتصر على الشريف حسين ويطرده من مكة بعد حصار طويل، وقواته دخلت مكة. وفي سنة 1925 قدروا إنه يدخل المدينة، وبكده بقى تحت إيده أقدس مدينتين في الإسلام وفي العالم الإسلامي، الحرمين الشريفين. وده خلى مكانته تعلى مش بس في الجزيرة، لكن قدام العالم الإسلامي كله. بعد كل الانتصارات دي سنة 1932 أعلن رسميا قيام المملكة العربية السعودية. وكان الشعب السعودي كان في الأول كان اسم الملك عبد العزيز هو سلطان نجد والحجاز وملحقاتها. الدولة كمان كانت اسمها كده برضو. لكن لكن الشعب السعودي وقتها من حبهم وولائهم لعبد العزيز آل سعود قرروا إن هم يسموها المملكة العربية السعودية نسبة لآل سعود، أو مؤسس المملكة السعودية الأولى في الأساس الأمير محمد بن سعود. وأصبح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود هو أول ملك للمملكة العربية السعودية. لكن الإنجاز الأكبر جه بعد كده، وهو اكتشاف البترول. وفي قصة بعض المصادر بتقول إن الملك عبد العزيز في مرة شاف ست فقيرة فأعطاها مبلغ من المال، والست لما خدت الفلوس ديت قالت يا رب افتح خزائن الأرض لعبدك الملك عبد العزيز. وفعلا سبحان الله بعدها قدروا ان هم يكتشفوا البترول. وعبد العزيز كان ذكي جدا جدا، عقد اتفاقيات مع الشركات الامريكيه، واللي حولت السعوديه من بلد صحراوي فقير وما فيهوش اي وسائل للحياه لدوله عندها واحده من اكبر ثروات العالم. في الختام، الملك عبد العزيز آل سعود عانى كتير جدا في حياته، وحارب لمدة 30 سنة، لدرجة إن في مقولة بتقول عندما تنظر إلى جسد الملك عبد العزيز هتقدر تقرأ تاريخ المملكة العربية السعودية من الجروح والإصابات اللي في جسمه من حرب ال30 سنة. وعبد العزيز آل سعود
أسس دولة من أقوى دول العالم مساحتها 2 مليون كيلو متر مربع. ودي كانت قصة الملك عبد العزيز آل سعود، اللي حول حلم صغير في الرياض وقدر يسترد ملك آبائه وأجداده لإمبراطورية كاملة وكبيرة جدا.